بناتي الأمارات عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. رمضان خلاص قرب والكل بيستعد لو أول رمضان ليكي بقى في بيتك، أو عايزة تساعدي مامتك، أو عايزة نعمل الفطار كده في وقت قياسي ونهتم بقى بالعبادات وما ناخدش وقت كتير في المطبخ. في شوية تجهيزات وتحضيرات كده هنعملهم قبل رمضان هيسهلوا علينا الدنيا قوي يعني. من ضمن الحاجات دي الفاكهة اللي أنا العصاير. ممكن أجيب أي فاكهة موجودة في السوق عندي وأقطعها وأحطها في أكياس تلاجة وأشيلها على قد الاستعمال بتاعي. فراولة، جوافة، مانجا، أي حاجة موجودة في السوق ممكن نجيبها وننضفها ونفرزها واطلع على قد استخدامي. ودي هتكون من الحاجات اللي هتنجز معايا، لان انا مش ناعيه هم الحاجه اللي هعملها عصير دي موجوده عندي في الفريزر، يا دوب هطلعها واحطها في الخلاط وتمام قوي. الكركديه من المشروبات الرمضانيه اللي كل الناس ما بتختلفش عليها. انا ممكن برضو اعمله واحطه في الفريزر في ازايز واطلعه برضو على قد الاستخدام بتاعي. انا بعمل كده يعني طول السنه، فبيبقى حلو قوي. ولو جالك ضيوف فجاه او حاجه بتبقى عندك المشروب بتاعك موجود في الفريزر. من ضمن الحاجات برضو اللي بنستخدمها في حاجات كتير قوي هي الصلصه. في كل المأكولات تقريبا او كل الطبخات اللي بنعملها بنحتاج ليها صلصة. فبجيب برضو كمية حلوة قوي من الطماطم واعملها صلصة وافرزها في اكياس. وممكن كمان اعمل الصلصة بتاعة المحشي لو انا هعمل محشي. فممكن برضو اقسم الصلصة بتاعة الخضار او الصلصة بتاعة المحشي، وممكن اكتب على الاكياس طبعا علشان الدنيا ما تتوهش مني. ولو هعمل محشي انا ممكن اجيب الكرنب، وهو حلو قوي في السوق دلوقتي. ممكن اقطعه واسلقه واحطه في اطباق على قد برضو الاستخدام. كل واحد بيبقى عارف هو عدد الافراد او العزومه اللي انا عاملاها. ممكن اقسمه في اطباق كده وبرضو احفظه في الفريزر، بيبقى حلو قوي، بيسهل على الدنيا جدا. ورق العنب من الحاجات اللي ممكن برضو اجيبه ويدوب ده انزله في ميه سخنه واطلعه ابرده واحطه في اطباق. دي من الحاجات برضو الحلوه اللي ممكن تسهل عليكي في رمضان. فرم البصل، ممكن افرم كميه من البصل واحفظها في علبه واحطها في الفريزر برضو، اطلعها على التتبيلات اللي انا محتاجاها. دي برضو حاجة من الحاجات المهمة اوي ان احنا نعملها، علشان مش كل يوم يعني افرم بصل يبقى جاهز عندي. اللحمة المفرومة انا ممكن اجيب كمية من اللحمة المفرومة واعصجها. العصاج بتاعي بعمله يعني بزود عليه خضار علشان يزود كمية اللحمة. احنا عارفين الاسعار دلوقتي طبعا عاملة ازاي. فبجيب كمية من اللحمة واحط عليها كمية حلوة كده من البصل، يعني نص كيلو لحمة مفرومة ممكن ياخد له 3 بصلات كبار مع بشر جزر مع فلفل وورق لورا وملح وفلفل، وبشيله برضو بحفظه في علبة. بيبقى برضو سهل ان انا احشي، بيبقى الحاجات اللي هي السمبوسة او الحاجات اللي انا عايزة اعملها. الكفتة من الحاجات برضو اللي ممكن نعملها ونحطها ونشيلها في الفريزر ونطلعها على السوا تسوية. دي لحمة مفرومة عندي، حطيت عليها كمية حلوة من البصل بعد ما عصرته طبعا، واخدت البصل بس وشلت المية بتاعته، وحطيت عليه فلفل وبهارات كفتة وبصبعها بالشكل ده وبحفظها في علبة برضو محكمة وبشيلها في الفريزر وبطلعها على التسوية. دي برضو من الحاجات الحلوة قوي، ممكن اعمل جنبها رز او مكرونة زي ما تحبوا. البطاطس دي بقى بجد طريقة تحفة قوي، ولو عملتيها في رمضان هتنجز معاكي قوي، هتنفعك في الفطار او في السحور. بجيب كمية حلوة من البطاطس وبقشرها وبغسلها كويس طبعا، و بنزلها يا بنات في ميه سخنه على النار. الميه بيكون فيها معلقه من الملح وربع معلقه من الخل. بنزل بالبطاطس بتاعتي 3 دقايق مش اكتر، يعني الميه بتبقى سخنه وبطفي النار وبنزل بالبطاطس في الميه السخنه، وبعد كده بصفيها وبنزل في ميه بالتلج، ودي خطوة مهمة جدا. وبعدين بصفيها من المية برضو، بسيبها 3 دقايق في المية بالتلج تمام كده. وبعدين بصفيها كويس قوي وبقليها نص قليه، يعني كل خطوه من الخطوات بتاعتي بتاخد 3 دقايق. بقليها وبسيبها تنشف تماما
من الزيت او بصفيها من الزيت، وبحطها في صينيه كده وبفردها كويس وبغطيها وبدخلها في الفريزر تتفرز، علشان بعد كده اطلعها وافككها من بعضها طبعا، تبقى كل واحده لوحدها. بصوا بعد ما فرزتها يعني ممكن تاخد ساعتين 3 في الفريزر، يعني اعمليها ونسيها وبعد كده طلعيها فرزيها بقى في الاكياس على قد برضو الاستخدام بتاعك. تمام كده بانت طريقه مفيش اسهل من كده، بتاخد وقت معايا شويه بس يعني بعد كده النتيجه بتبقى حلوه جدا. انا كده فرزتها وهحطها بقى، بفكها كلها من بعضها تبقى كل واحده لوحدها، وبحطها بقى في الاكياس على قد طبعا الاستخدام بتاعي او برضو على قد عدد افراد الاسره، وبشيلها في الفريزر وبتنجز معايا جدا، ولما باجي اقليها بجد بيبقى طعمها تحفه وزي الفارم فريتس بالظبط. انا بعد يومين 3 قلت اجرب معاكم شويه من اللي انا فرستهم، فطلعت كيس اهو بعد يومين 3 اللون متغيرش زي ما هو، البطاطس بيضه ولونها تحفه. وهقليها في الزيت. في الاول بتحسي ان هي يعني عشان احنا بنقليها طبعا متلجه، تحسي ان الزيت كده مش سخن، بس بعد كده بتلاقيها الزيت بترجع درجة حرارته تاني وبتتقلى وبتبقى تحفة. وبصوا اللون، وبجد الطعم كان تحفة جدا وزي البطاطس بتاعت الفارم فريتس. الفراخ يا بنات من الحاجات اللي احنا برضو ممكن نتبلها ونشيلها في اكياس او في علب محكمة على قد برضو عدد افراد الاسرة. اللي هيتشوي يبقى لوحده، والحاجات اللي هتتقلي او البانيه يبقى برضو لوحده. الحاجات دي هنطلعها من الفريزر ونحطها برضو في الفرن او نقليها مع شويه مكرونه يبقى تمام قوي. الثوم دلوقتي حلو برضو موجود في السوق، ان انا ممكن اجيبه وافرمه واشيله في علب، ممكن معلقه زيت زيتون هيحفظه لي في الفريزر وممكن يقعد معايا سنه مش هيجرى له حاجه، بدل ما اقشر توم كل شويه. نيجي بقى للحلو. لو عندك كنافه ممكن تجيبي كميه حلوه من الكنافه وتفرزيها وبعدين تطلعيها تكسريها بالطريقه دي، هتبقى سهله معاكي قوي. وهنضيف عليها كوباية، نص كوباية من السمنة، الكيلو ممكن ياخد نص كوباية من السمنة، وافضل يعني اشرب كل الكنافة بتاعتي بالسمنة، وبعدين انزل عليها بربع كوباية من السكر البودر، وبرده اغلف كل الكنافة بالسكر عشان يديها لون حلو، لان انا هحطها في الفرن في صينية، بحيث ان انا احمرها في الفرن وبتاخد نص ساعة تقريبا، بطلعها كل شوية بقلبها حسب شدة الفرن بتاعك. ودي حاجة من الحلويات اللي هي في رمضان مطلوبة جدا وهتفرق معاكي قوي. لو جاهزة عندك في الفريزر انت ممكن تشيليها في الفريزر في علب وتطلعيها على قد استخدامك. برضو ممكن تعملي كبات بالكريم شانتيه، بالنوتيلا، بالكراميل، باي فاكهه عندك، بالمكسرات، اي حاجه. فدي برضو من الحاجات اللي هتسهل عليكي الدنيا جدا. يبقى احنا كده عملنا تقريبا معظم الحاجات اللي بتطلب في رمضان، وهنستمتع برمضان وبالعبادات بتاعته، بحيث ان احنا مضيعش وقت كبير قوي في المطبخ. لا، الحاجات بتاعتي لو جاهزه مش هياخد وقت كتير في المطبخ، هتبقى الدنيا اسهل عليا كتير. واتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا من الفيديو، لو استفدتوا من الفيديو حطوا لايك واشتركوا في القناه، وكل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم علينا جميعا.